الشخص اللي قاعد في بيتهم عمال يفتي ويقول هو سياده المشير ليه وهو بيتبرع بنص ثروته لمصر ما عادش في البنك بتاعه وحول الفلوس بتاعته بالتليفون، غير ان هو شخص حشري فهو مش فاهم اي شيء خالص عن الدراما. الدراما يا جماعه زي ما هي فيها ساعات حاجات مثلا مشاهد حزينه اللي احنا بنسميه تراجيدي، والله انتوا زعلانين واحنا زعلانين، كفايه انا دمعتي قريبه وقلبي رهيف. برضه ساعات بتبقى مضحكه اللي بنسميه كوميدي. اصحاب الشركات فين؟ مفيش فلوس. ده كوميدي فعلا، زي المشهد اللي عمله لنا سياده المشير بالظبط. احنا طبعا عاوزين نتكلم شويه على الدراما عشان واضح ان سياده المشير هيعمل لنا مشاهد كتير قوي الفتره اللي جايه. اولا انا طبعا ما عنديش اي اعتراض خالص ان سياده المشير يستخدم الدراما في التعامل معايا، انا بالعكس شيء كويس جدا جدا. بس انا يعني ايه واخد على المشهد اللي حصل. اولا انا حاسس ان هو فقير قوي على مستوى الحدث اللي حصل، وبعدين الحبكه الدراميه ما كانتش كويسه. طبعا انا مش بتكلم على مثلا انه مضى بالقلم الرصاص عشان دي غلطه مساعد المخرج مش هياخد باله من الحاجات دي. لا انا بتكلم انت كان عندك قماشه واسعه قوي ما استغلتهاش ليه؟ وعشان ما اكونش مجرد ان انا بقول كلام وخلاص، انا بالنسبه لي انا لو ابتديت المشهد ده بعمله انا هبتديه في البنك بتاع سياده المشير. الاول خالص هو داخل للراجل وبعدين متاثر وبعدين بقى ايه يعني بحنيه قوي، انا عاوز الفلوس بتاعتي عشان خاطر مصر. قلب امك. هيبتدي الراجل يديله الفلوس، سياده المشير هيقعد يبتدي يعد الفلوس. مظبوطين يا سليمان؟ تمام 10 مليون، بس انا مؤاخذه يا باشا الفلوس دي ناقصين 100. هيحس بقى ان في ناس كتير قوي حواليه عماله تبص عليه، هيخاف عشان الفلوس اصبحت دلوقتي في حكم ان هي مش بتاعته، اصبحت في حكم ان هي بتاعت مصر. انا بقى لو مخرج شاطر مش شرط خالص حتى تكون مكتوبه في السيناريو، هحاول ارجع له اقول له لو سمحت رجع لي ال 100 جنيه دول النمر بتاعتهم مش واضحه. هيقول له لا اقعد. سياده المشير مش هيستخدم نفوذه خالص، هيتصرف زي اي مواطن من المواطنين الشرفاء اللي هم الواعيين لما بيتكرت على قفاه. اهم حاجه في البني ادم القفا. وريني بقى القفا ده عامل ازاي. وهيقعد هيخلص الفلوس بتاعته ويعدها ويحطها في الشنطه بتاعته. وعلى فكره يا جماعه الشنطه لازم تكون قديمه، يعني الشنطه اللي استخدمها سياده المشير دي مش متسقه خالص مع السياق الدرامي بتاع الحدث، قديمه جدا ويا ريت يكون فيها قطع، بس قطع صغير طبعا عشان الفلوس ما تقعش. سياده المشير هياخد الشنطه ويطلع بيها من البنك، هيفاجئ ان الشارع كله زحمه جدا جدا، وهيحس ان الناس كلها عاوزه تاخد منه الشنطه اللي فيها الفلوس اللي هي بقت اوريدي بقى بتاعت مصر خلاص. هياخدوا الشنطه جامد قوي ويبتدي يمشي بسرعه، يحس الناس بتمشي بسرعه، هيجري، هيحس الناس كلها بتجري وراه. ممكن هنا في المنطقه دي نستعين بالمشهد اللي هو بتاع الفنان نجيب الريحاني لما كان برضو ماشي بالفلوس وحضن الشنطه وجري وسباق عجل. وافتكر ان العجل بيجري وراه وقعد يجري والعجل بيجري وراه، لاننا عارفين يا جماعه ان هذا الرجل العجله بتمثل له شيء كبير جدا في حياته، يعني في ارتباط ما بينه وبين العجله، ارتباط غامض، فده هيكون متسق طبعا مع شخصيه سياده المشير. وبعدين ما فيش خوف بقى ان الناس اللي هي انصاره يعني يشكوا في حاجه او يقول لك لا ده ابيض واسود، لا مش هياخدوا بالهم اكيد. ده انت حتى لو قلت له ده مش المشير عبد الفتاح السيسي ده نجيب الريحاني هيشتمك ويقول لك انت اخوان يا بال خد فشار. هنا بقى لازم يكون في اكشن، مش تعمل عمل زي ده بالحجم التضحيه اللي هو عملها دي والاهميه بالنسبه لمصر ما تعملش اكشن. انا شايف الوضع المثالي للاكشن في مصر هو الاتوبيس. سياده المشير هيركب الاتوبيس وهو ماسك الشنطه وحاضنها، وبعدين هيجي واحد يقف وراه، هو هيخاف بقى على الشنطه خالص عشان طبعا الفلوس اللي هي بتاعت مصر. انا مش هقعد بقى كل شويه اقول لك الفلوس بتاعت مصر، انا هقول الشنطه او الفلوس تعرف اعطوني بتاعت مصر. هيحضن الشنطه جامد جدا جدا بخوف. هنكتشف بقى في الاخر بقى مفاجاه دراميه لطيفه، يعني ان الراجل ما كانش واقف وراه عشان الفلوس خالص. ايه ده يا استاذ ده؟ ايه يا استاذ ده انت؟ يعني طبعا في ممارسات خطا بتحصل كتير قوي في الاتوبيسات واحنا ما بنرضاش عنها يعني. اوعى تلف له لا يبوسك في بقك، ده المتحرش الرسمي بتاع الخط ده تقريبا. بعدين يعني انا عاوز اقول ايه، الاعلام بتاعنا اعلام محترم جدا جدا ولا يمكن يخوض في مشهد زي ده او تفاصيله. ده انتوا ولاد وسخه، اوسخ من كده مفيش. مجرد بس ايه ان انت مثلا تجيب سياده الفريق صدقي صالح ولا صدقي صبحي وداخل عليه ببوكيه ورده احمر، خلاص مش محتاج اكتر من كده. او مثلا اللقطه الزباله دي بتاعت زمان اللي كان دايما يجيب لك ايه موجه وخبطت في الصخر، او مثلا العاب ناريه. دي صواريخ لازم في احتفالات. او مثلا حصان بيسرق، اي حاجه تبين لك الراجل ده تعب قد ايه عشان يحافظ على فلوس مصر، وده حقه على فكره. انتوا بتعملوا فيها كده ليه يا جدعان؟
الهند انا بحب مصر. عملتوا فيه ايه؟ هو اللي حصل يتحكي يا باشا. مش عاوز بقى تصور خارجي ومش عاوز تصرف فلوس، اي ايموشن لاي انسان مشهور محبوب في مصر، اي واحد يعني ان شاء الله حتى شريف مدكور مثلا وهو بيجري ورا الاتوبيس يلا وما لحقش الاتوبيس، ونظره بقى ايه الندم ان هو ما لحقش الاتوبيس والحسره. سعيد علي الناس هتفهم اعتقد احنا عايزين نقول ايه. سياده المشير هينزل من الاتوبيس، بقيت محترف اتوبيسات. بعيد شويه عن البنك، وطبعا ده لها سبب درامي عشان هو هياخد توك توك. اشغلك اوكا وتيجا. احنا عارفين اولا ان فخامه الرئيس مرسي اتكلم عن التوك توك، سياده المشير السيسي هيركب التوك توك، يبقى احنا كده وصلنا لمرحله ما بعد الرئيس مرسي. وبعدين انت يعني كده الناس هتفهم ان هو بقى مش بيفضل عجله ولا حاجه، لا هو عنده كلهم زي بعض، العجله زي التوك توك زي القارب، دي هتبقى حاجه كويسه بالنسبه له. ممكن نستغل طبعا التوك توك في اي مطاردات في اي حاجه يعني. سياده المشير هيوصل البنك في وقت ما البنك بيقفل، الناس كلها بتجري على البنك عاوزه تلحق، وبوابه البنك بتقفل. خد بالك يمكن ده الماستر سين بتاع الموضوع كله يعني. سياده المشير هيجري بسرعه جدا والناس عماله تجري والبوابه بتقفل، هيخبطوا في البوابه ويقعوا لورا. سياده المشير طبعا احنا عارفين ربع كده صغير، هيعدي من تحت عقب الباب، من تحت الباب قبل ما يقفل، ويقعد بقى على الكرسي وايه وعرقان وكده. وطبعا دي كويسه جدا عشان انصار سياده المشير ساعتها ايه هيعرفوا ان هو كونه يعني مش طويل ده ميزه، ده هو لو طويل كان خبط وقع على ظهره، لكن هو يعني يبتدي بقى في المشهد ان هو بيدي الراجل فلوس. يعني طبعا يعني ما ادهالوش كده، يعني انا كنت منتظر ان سياده المشير هيعيط، يعني يفضل طبعا ان هو يعيط يعني. والحقيقه الكلام ده مش انا معاك اهو المشهد كوميدي بس هو هيقلب تراجيدي. طب ما انت عندك العجل كان كوميدي بس في الاخر غلى البنزين وقلب تراجيدي، فهو ده هيقلب تراجيدي غالبا يعني. فانت عيط يا سياده المشير، ما تعيطش ليه؟ من وجهه نظري انا احنا ما نزودش مشاهد عن كده. اولا عشان ما نافورش، ثانيا عشان ما يستغلش بقى المشهد للاساءه لسياده المشير، هو طبعا ده ما يصحش يعني. انا في ناس كتير بتسالني تقول لي هو انت ليه دايما تقول سياده المشير سياده المشير سياده المشير؟ قلت لهم طب هقول ايه؟ قالوا لي لا قول سياده الرئيس. قلت لهم لا ما هو المركب اللي فيها رئيسين تغرق، واحنا عندنا رئيس الناس انتخبته وكنا بنهاجمه ونتظاهر ضده ونروح تحت بيته ونروح بيتنا ننام. انا اجيب واحد ليه يضربني بالنار كل شويه؟ لا افتحوا